متابعينا الكرام، متابعين صوت الملايين في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم من أمام أطول مائدة رحمن في منطقة الزمالك. المائدة دي مائدة الفنانة العظيمة الفنانة شريهان، اللي كانت بعتت يعني دعوة، أو كانت قالت في دعوة: أتشرف بخدمتكم في بيتكم مائدة الرحمن، وأشكر ثقتكم ووجودكم في مكانكم، والذي يتشرف وينير دائما بوجود حضراتكم، وتقام هذه المائدة في مكانها هذا بكرم ربي الله الرحمن الرحيم الكريم. منذ 40 عام كانت تقوم أمي رحمة الله عليها السيدة عواطف محمود هاشم بشؤون هذه المائدة لخدمتكم، ثم من بعدها أصبحت أنا خلفا لها، وإن شاء الله حتى قيام الساعة وبعد مماتي سيتولى بناتي الاثنين لولو وتاليا علاء الخواجة خدمتكم، ورمضان كريم. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام، وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. ربي وربك الله، ابنتكم عابدة الله شريهان. يعني دي كانت دعوة الفنانة شريهان في طبعا كلام اللي هي كتبته بقلبها قبل ما تكتبه بإيديها في دعوتها لمائدة الرحمن اللي بتعملها منذ 40 عام. زي ما بنقول لحضراتكم متابعينا متابعي صوت الملايين، كانت هذه المائدة منذ 40 عام، وهي طبعا والدتها السيدة عواطف يعني هي اللي كانت تقوم بشؤون هذه المائدة، وهي اللي كانت مشرفة على هذه المائدة، وخلفا لها ابنتها شريهان التي يعني أوصت بناتها حتى قيام الساعة باستمرارية ووجود هذا المكان يعني المقام هنا في منطقة الزمالك. وزي ما بنقول لحضراتكم هي أطول مائدة رحمن في منطقة الزمالك. وهنا الضيافة غير الضيافة، هنا فيها احترام وفيها رقي وفيها خصوصية عفوا. وزي ما شايفين حضراتكم يعني مائدة على شكل خيمة، وطبعا هي كانت حريصة ان محدش يظهر من ضيوفها ومحدش يعني يظهر ضيوفها. ودي كانت يعني كان طلب محترم وطلب راقي من الفنانة شريهان. هي حريصة على استمرارية هذه المائدة اللي وصتها بيها والدتها، وهي كمان زي ما بنقول لحضراتكم وصت بناتها ان هم يعملوها. الفنانة شريهان زي ما حضراتكم كلكم عارفين كلنا بنحبها وبنحب روحها الحلوة. الإصابة بعدتها عننا وعن الفن، ولكن هي بروحها وبخفة ظلها وبأعمالها القيمة وأعمالها العظيمة متواجدة في قلوبنا كلنا، بفوازيرها مع نيلي وأدوارها العظيمة مع فؤاد المهندس واستعراضاتها. يعني مين طبعا يقدر ينسى الفنانة شريهان؟ محدش يقدر ينساها. واستكمالا للرقي والاحترام والتدين، هذه المائدة منذ 40 عام في يعني منطقة الزمالك هنا. الفنانة شريهان زي ما بنقول لحضراتكم حريصة على استمراريتها، ولذلك أوصت بناتها باستمرارية هذه المائدة حتى قيام الساعة، يعني تورثها لأحفادها وأحفاد أحفادها وحتى قيام الساعة. الناس هنا كلها بتشكر في الفنانة شريهان وفي رقيها واحترامها وتدينها. يعني في منطقة هنا هي أطول مائدة زي ما بنقول لحضراتكم في منطقة الزمالك، والناس بتجيها من كل مكان، فيها احترام وفيها رقي وفيها خصوصية. جبان يا جرجس يا جبان يا جبان.
يعني. وكانت الفنانة شريهان طبعا زي ما عارفين يعني حضراتكم علاقتها بالفنانة إسعاد يونس